السلام عليكم. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا شلونكم؟ وش أخباركم؟ مشتاقين كلش هواية. بالصلاة على النبي نبدأ الفيديو ويا قاط التخرج مال بنت أخويا. وللي ما يعرف أنا أخويا الكبير ساكن بالنجف، عنده 4 بنات وولد الله يحفظهم إليه يا ربي، وبنته الكبيرة اسمها حنين هي اللي راح تتخرج، وهواي من المتابعين اللي متابعيها على انستغرام ويعرفوها. طبعا انا بنات اخويا ما معتبرتهن بس خواتي وصديقاتي، هن بناتي وما تتخيلون انا ايش قد احبهن وايش قد متعلقه بيهن. نجي على قاط التخرج. هذه اللقطات قبل كم شهر من اجونا ببغداد. قالت عمه حابه اشتري قاط التخرج من بغداد، فاشترينا البنطلون واحد والستره واحد. فهاي اللقطات كنت مصورتها وخازنتها، قلت يجي يوم تخرجها واخليها بالفيديو. نجي علي كنت حابة اشتري قاط سمائي، طبعا هذا هيك اللون عجبني بس هو ما موجود قياسي بيه، بس الفكرة كانت حابة كلش كنت اشتري قاط يعني عبارة عن بنطلون سمائي وسترة سمائية. اولا ما عندي هذا اللون، ثانيا انتم تدرون بي انا احب الازرق ومشتقاته السماء وكل. انا تقريبا قدرت 3 قوط، لو قصير لو ضيق، يعني اغلبهن طلع مو قياسي للاسف. حاولت باكثر من مكان ادور، رحت للكوخ اللي بالمنصور، رحت سوق البياع، يعني هواي اسواق رحت ما لقيت للاسف. اخر شي يعني ما بقى على التخرج بس يومين 3 واحنا نروح. رجعت السوقنا قلت بعد ما بيها مجال، يعني شلون انا ايش اخذ وياي ايش البس. كان اشوف محل معلق بالملكانة هذا اللبس سوت كامل عبارة عن بنطلون وقميص ويلق وحزام، كلش عجبني. سعره 55,000، ما قبل ينزل 1000 دينار. هنا أنا لبست بس القميص واليلق جاي أشوفه، لأن أنا قياسي مرة 46 48، لقيت بيه هذا اللون اللي عجبني 44، فهم خفت خاف يطلع صغير علي، بس من اجى قياسي فرحت، لأنه أنا بعد خلص ما عندي وقت. وشوف يا سبحان الله وين كان المخطط، كنت ناوية أشتري قاط سمائي والبس وياه حجاب مثلا وردي وقميص ابيض، بس خلاص كل من وقسمته هو مكتوبه انه انا اشتري هذا والبسه بالوان كلش حلوه. بعدين من شفت بالتصوير انا مصوره هذا اللون لان ما انتبهت وركزت، هم كان كلش حلو هذا اللون اللي بايدي، بيه اسود وبيه هيك يمكن على زيتوني، والله حلوات الوانه. كانت عندي جنطة هيك حلوة ينحط فيها مكياج هذه، بس بما انه احنا قليلين السفر ما نسافر اصلا ما نطلع، فانوخذت مني راحت، فخليت علاقي احط فيها يعني ضروري. يعني من الناس اللي ما احب اخذ وياي اشياء هواي، يعني ضروري. هذا كلينس مرطب احتاجه، يفيدنا هناك يفيدنا. وبالنسبة للمكياج كريم اساس وحاخذ هاي فرشة واحدة، هي بس هاي عندي. هذا بلاشات مورد خد، وقلم حمرة 2 بس لون وردي فاتح، ردت اخذ بس وحدة بس قد خاف يعني اخبط منها، هاي لونه كلش فاتح. هذا واقي شمس راح اخذه وياي، اي فهو هذا مو معلمني، راح هسه نصحوني بواقي شمس زين اريد اشتريه. الجهاز ضيعوا القبق مالته مثل ما جاي تشوفون، المهم راح احطه. وهذه مسكارة حاجب، بس يعني انا حاجبي اسود وثخين ما يحتاج، خاف احتاج احط بيها شويه قطره كلون، لان لونها يصير على جوزي يصير حلو. وهذا مزيل ما صبغه ظافر. راح اخذ عطر مني صغير اخذه وياي هماتين يفيد، يعني ما احب اشيل اشياء ثقيله، البنات هنا كل شيء عندهن بس ما يخالف هم اخذ. مسكاره، هاي المسكاره مال يعني شلون جربتها، شلون مال مناسبات يعني، تكثف، اسمها باري شو اسمه، من ايفلين. هاي تكثف وتسوي الرموش كلش طويله ثخينه، بس مشكلتها شنو؟ ما تنغسل يعني ما تنغسل، ومزيل المكياج ما تنزال فتوقع الرموش. المهم فراح اخذ 2. ليش؟ هذه خاف احتاج احط منها شي بسيط، وهاي خاف يعني بحفله التخرج احط منها. هذا ايلاينر، هذا شو اسمه يسمونه اضاءة هذه حمرة سحرية اخذها مو وياي. هاي العدسات حلبسها بحفلة التخرج. هذا عندي هماتين
الكرسي يطلع صوت. هاي عندي شو يسمونه معجون اسنان ميني صغير، لما راح اخذه. عندي فرشة اسنان جديدة راح احطها. قراصة صغيرة، وعندي قلم كحل هذا الصغير، هو لونه طوخ بس خاف يعني هناك ينكسر ما يخلص، فراح اخذ هذا وياه. وهاي هذا راح اخذها. وبالنسبة لغسول الوجه، البنات الغسول مالتي نفس الغسول مالتي، فاغسل وياهم وما اخذه لان ثقيل علي كبير. ومشط اخذ لي هسه مشط لو فرشه، مشط خشبي عندي اخذه وياي. هاي جونتي جميله جديده، احط بيها ملابسي اللي اخذها وياي. عندي تراكات 2، يعني تراك سود 2 جدد راح اخذهن. جو حار لا مو مال دشداشه، عبالي اخذ تراك سود ودشداشه، بس قلت راح اخذ تراكات 2. وها هي يعني شنو، انا ما اخذ ملابس هواي، هي تراكات 2 واذا اعتازيت من هناك البس منهم عادي. هاي جنطتي جديده جميله. وهذا السوت مالتي اللي اشتريته راح اكويه واحاول اصفقه عدل واخذه وياي. خاف هناك ما لحق اكوي، وهو يعني لين بقبع اللاقه فتعقد. هاي الشيله البيضه راح اغسلها واكوي، البس جنطه بيضه، راح البس بكرمون حذاء فلات بيضه، واخذ وياي حذاء كعب بيضه وخلاص. ليش؟ لانه يعني لبسي كله يرهم عليه تكرمون فلات ابيض. اوكي، والجنطه البيضه هذه ويا السوت مالتي بنفسجي وابيض، فترهم الكل شيء. حاولت اختصرها انه اخذ جنطه واحده، فهي هاي وقع الاختيار عليها. وعندي ملاحظه بسيطه، اي شيء يعني نسيت احطه هسه او كذا، يعني هناك انا والبنات شلون تقولون، انا البنات نتلابس بكل شيء كذا. الشيء اللي ما راح اخذه فهناك عند البنات موجود تمام، والشيء اللي نسيت اخذه يعني وما صورته يجوز بعدين احطه. المهم انا هذا هسه حاليا اللي اتذكره. وراح اخذ عباتي هماتين راح احطها بالجنطه، لان هناك ان شاء الله حتى اذا الله كتب لنا زياره ونروح البس عباتي. راح اكويه واطبقه، واذا يطلب كوي هناك هم اكوي مره الاخ ماكو اشكال. وهاي خوش والله، ذاك يوم بنوته علمتني عليه. اول شي قالت حطي مي ارو لا تخلين مي عادي. خوش، هاي اول نقطه. ثاني نقطه، انا ايش كنت اسوي؟ شوفوا كنت ادوس اظل دايزه هاي هيجي واشتغل. قالت لا، هي هاي النقطه هاي نازليها جوا ويبقى نشتغل. ذيج مره هي شنجت ظليت ضاغطه عليه واشتغل بيه. شوفوا سهل بالشغل كلش. كويتهن وكملتهن. طبعا ايش قدرت القى حجاب بهاي الدرجه، هذا اللي البنفسجي على الحبري او البنفسجي على لون الجنز ما لقيت، فجبت وياه هيجي بنفسجي فاتح، لان قلت اذا البس حجاب ابيض انا شوي هسه لان صيف وجهي صاير اسمر، فما ترهم البس حجاب ابيض. عرفتوا؟ يعني بمناسبة اقصد، لو بالدوام هاي عاد البس اخلي شلون ما كان. كويتهن وبعد يم الله صفتهن على كيف، واذا احتاج نكوي هم هناك اكويهن، حتى الحجاب كويته وخليته. وهنا هاي كلها قبل بيوم جاي احضر وانظف البيت، حتى البيت يبقى نظيف وعني وتزحلق بالماي. كنت فرحانة كلش فرحانة. صار هواي ما رايحة للنجف، وكنت كلش حابة يعني اروح واتونس واغير جو، وهم اصور لكم اجواء حلوة تتونسون بيها. ما تتخيلون ايش قد كنت متحمسة لهاي الروحة. احنا رحنا يوم 4، انا كنت قاعدة عطلة الحمد لله والشكر، فرحنا 4 وخميس وجمعة ورجعنا السبت. وما تتخيلون ايش قد يكتبوا لي تعليقات وتجيني رسائل: فطومه وينك؟ مو حفله تخرج حنين صارت وحنين نزلت على الانستغرام، شو تقول شي ما نزلتي؟ وغير التهيت. يعني مثلا الاربعاء رحنا التهينا نجهز ونحضر، الخميس كانت الحفله، الجمعه رحنا زياره للامام علي، فما لحقت شو وقت اشتغل مونتاج. فمن رجعنا بسيارات بغداد، تخيلوا هذا الفيديو اشتغلته مونتاج بالسيارة، قلت حتى ينزل بنفس اليوم اللي أنا أرجع بيه لبغداد إن شاء الله. طبعا أبويا قلنا له يابا روح ويانا وتونس وغير جو، قال لا أنتوا روحوا، لأن هو من النوع شنو ما يحب يطلع يعني. فإحنا جهزنا له كل شيء. أمي هم طبخت له تشريب دجاج خلتها بجدرين، طبخت لهم باكر لأن أخويا موجود يمه وهم موسطة. قالت له يمه أبوك ايش يحتاج، جيب صمون جيب شغلات، حتى كباب شوي شوت.
قالت حتى بالليل وقت العشاء كل من يطلع له شيشين كباب يحميهن وياكلهن. وهنا أنا خبطت كيكة مالتين لأبويا لأن يحبها وخلصت، حتى عصرية وياها شاي وياكل وهيك. يعني تعرفون احنا هاي نروحها بالسنة، حسنة صارنا تقريبا سنة يعني ما رايحين للنجف، فمن نروح والله بصراحة يوم ولا يوم ما نلحق يعني نريد نروح زيارة، نريد نروح نسوي شغلات هناك. وهنا كيكتي الجميلة طلعت الحمد لله، صارت تخبل، حتى ما خليتها تاخذ لون كلش من فوق حتى تبقى هيجي هشة وتخبل وتجنن. وهنا أنا حان وقت الرحيل وراح نودع بغداد ونروح إلى أرض النجف. لبست جبة وحجاب، ما لبست عباية لأن قلت علاليق وجنطة راح أشيل هواء، وإحنا يعني من السيارة للبيت ما راح ننزل لا منا ولا منا. وهنا أنا جنطنا وتوكلنا على الله. وبغداد السلام تودعكم. قلت هيك يعني بداخلي قلت راح أشتاق لبغداد. أنا والله العظيم تدرون يعني أروح غير محافظة لو يوم واحد حن لبغداد. يعني أقول الله يعين اللي مثلا البنات اللي يتزوجن بغير محافظة وأهلهم بغير محافظة وشهور أو سنوات ما يشوفون أهلهم، والله الله يعين. أريد أقول لكم أنا حاسة بهذا الشعور وقلبي معكم والله العظيم. لا أحلى شيء هنا كنت أصور ودندن بيني وبين نفسي بصرتنا بصرتكم تكون لو ما شالتكم القاع ونشيلكم واسط العيون. يعني نقول نجفنا نجفكم. وهنا يعني بعدني ما رايحة البصرة بعدني. وهنا ناحية الحيرة ترحب بكم. الحيرة محلاها من ديرة، بيت أخويا ساكنين بالحيرة. بيومها صادف دوامات، يعني عندهم مدارس وكليات، فأغلبهم داومين ما لقيناهم موجودين. بعدين اجا ورا الظهر. اخبارك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. هلا بشوش شلونك؟ هاي فرحتنا الكبيرة. شلون اخبارك؟ شلون امي يا بيبي؟ اهلين ابو التوت. الله دولمة. لا ما جوعانين، احنا ما جوعانين. ختومة جايت لي بدولمة عيني، ها بناء على طلبي، طلبات المستمعين عيني، طلبات المستمعين. بعد هالبغداد نتدلل عليكم يا بي. هلي عجن ابو الشوش هلي. اي والله قلت لين شنو اخوش ماخذ الخبز. والله لا تفاجأت، قعدت الصبح قاعد شو ما لقيت غير شو اسمه. سويت ريوق. قاعد لقيت درس يعني على المجمد. يقول لك راد ليش نخلي الخبز على المجمد؟ لما فتحت المجمد اللي صدمت. صدمت كبرى. نجف ضيفين. عرفتي؟ اي طبعا. اي حلو هذا. الدولمة هلي بس بينا غيابي. والخبز حار. عيني خبز حار بنفاخة. اهم شي نفاخة. هلي 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 هلي. شيماء هاي اخر وحدة؟ خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يامي يامي. بسم الله. هاي الخضرة مال نجف يابا عيني. انا ما اريد اشبع افتمن مرة، اريد اخذ بس لومي. وين؟ رأسا من ابو شو اسمه ابو السمك، شفت داريت على اخر شهر. معلومات دي تاخذ يا ابو سليمان. معلومات ولا مش عندي مشيت. ما صح يامي يامي. ليش كذا؟ يتوخر جربت بالايد يروح.
طبعا بيومها الظهر ذبيت روحي نمت. قعدت العصر اجت صديقة بنت اخوي وقعدنا ظلينا نسولف ونسينا روحنا ونسينا العشاء ونسينا كل شيء، لحد ما امي قامت تحكي علينا وين جن صار وقت العشاء، لا عشاء لا شيء. مرت اخويا خطيه لزمت قوطهم لزمت ملابسهم كلها بالسره تكوي بيهن، وانا ايش مدري اني نسيت، ظليت اسج سوالف عهني نسيت روحي ما ادري بالوقت. والبنات ملتهياتي حضرا ويجهزن بالغراض، عاد اني قمت سويت صينيه للبنات وصعدتها لهن فوق، وسويت جماعتنا هم عشاء وحميت التمن والسبيناغ البقه والدولمه، قليت بوتيتا وطماطه وبورق من بغداد اخذت، ظل عندي اخر وجبه قلت هناك نقليها ماتين ومشينا ورحنا، والله كنا ملتهين ما عندنا وقت. بيت اخوي طبعا مشتري غسالة الصحون بس انا شو ما حبيتها، ظليت اغسل مواعين بايدي. وهنا اخويا اخذنا الصديقه ابو محل يبيع موبايلات، رحنا انا وبنات اخويا على اساس يشوف البنت اخويا تليفون بالقسط، وانا قلت له ما دام هو يبيع بالقسط انا هم اخذ واحد ماكو اشكال. كيفت اني والله من رحنا له، بنت اخوي رادت ايفون، انا هم ردت ايفون ما لقينا عندها ايفون اصلا، ورجعنا لبنت اخويا ماتت قهر لان تليفونها حرفيا عطل قبل حفله تخرجها بيوم. شايفين هاي القهرة اللي يصير قبل المناسبة؟ اي والله، بحيث ما تتخيلون انا اللي تليفوني شاشته مكسورة وجاي ادور تليفون، قلت لها عمه والله العظيم من ارجع لبغداد انا اشوف لك مستعمل وانا اشتري لك، والله انا ما اريد الك اشتري لك بالنبي. بس الحمد لله بعدها رحمت وجاه المصور وصورها احلى صور. اخصى عليك ازعل منك، ده شو ده شكل طلبة ام الخريجة يا اخويا. ليس نهاية رحلة شاقة انها بداية جميلة. اول خريجة اهلي، بنيتي خريجة، انا خريجة، الخريجة دي تبقى انا. حلوات. وهنا اللبس مالتي اللي اخذته تعقد، عوداني كويته واخذته بس هم تعقد شي كويه سريعه، ومرت اخويا كانت تكوي ملابسهم كلهم. جيت هنا بنت اخويا قالت عمي ذاك يوم صورة السكراب تخربطت وضغطي نزل وما اخذت وياي اكل، عبالي جبتي ايش لحم بعجين احبه مالتك، قلت لها لا والله ما لحقت صادف يعني عيد والتهيت اشتغل، هسه اعجلك شوي عندهم شويه لحم لقيت، قالت لا عم عوفي هسه ندز لحم بعجين منها لقيناها معزل، قلت والله ما بقيها بنفسها، ما دام نمت شويه الظهر استقر وضعي اقدر انجز عمل، نمت شويه بصل وفلفل وعجنت كوب ونص طحين، لان اللحم عندي كلش شويه وهم ما قدرت اسويه وايد، قلت خاف اتعب لان احنا اساسا جايين من سفر، فقلت اسوي قد صينيه واحده بس ناخذها ويانا الصبحيه لان احنا الصبح راح نطلع من الغبشه. وطبعا اول مره بحياتي اعجن هيج كميه قليله هالقدوتها، وحتى الحشوه صارت يعني كلش قليله، يا سبحان الله صارت علقه فيت. جيت هنا حتى بدون شيبق ولا هذه، قلت خل اسويها بايدي امتهن لان كميه قليله، صارن 9 وحدات صينيه هي كامله سويتها، كنت فرحانه بيهن كلش والله العظيم. ويا سبحان الله حتى شغل السرعه دائما يصير طيب وبينكهه وبيطعم، وما تتخيلون ثاني يوم ايش قد فادنا. دزيت ابن اخويا قلت له جيب عصاير جيب نساتل وخليتهم بالثلاجه، وثاني يوم منها اخذناهن ويانا، كل شويه اطلع شيء وانطيهم واوكلهم حتى ما يتخربطون ولا يدوخون. انا اهتم كلش لهيج تفاصيل لان اعرف اللي عنده مناسبه يلتهي وينخبص وينسى نفسه ما ياكل، فكل شويه اجي واعطيها اكل حتى ما تدوخ. وبيومها حبيت اسوي لهم تعلوله بالليل، يعني هاي بعدين بالليل ورا ساعتين هيك الساعه 12 هيك، هذا بس اخذته وياي هماتين عندي ما استخدمه، قليت منه. واندومي عندي وهاي بهارات فينجر هم خليت فوقها قلت حتى يصير طيب، وسويت اندومي هماتين قد 4 يمكن. وتعرفون واحد علم شهيته تنفتح على الاكل واحنا بدون شيء شهيتنا مفتوحه وناكل. وهيك شكل كملت صينيتي صغيرة جميلة، قلت لهم جيبوا لنا بيبسي، قالوا المحل عزل بعد ما رغمت، يلا نكتفي بهذا القدر. وبيومها رغم الكل كانوا مشغولين بس كلش تونسنا. الشبس صار طيب ما توقعته هيجي، هاي حنان جابت لي اياه. طيب عشتيج العافية. يا جدعان الخريجة دي تبقى هي. حبايب لحد هنا ينتهي هذا الفيديو ان شاء الله. بفلوق التخرج بفلوق التخرج اللي هو التخرج راح يصير باكر، فانتظروا راح يصير كلش حلو يعني ان شاء الله ان شاء الله. اتكيت اكلت شيبس. اول حفي وشتي تظلي
اول حفيده عندنا راح تتخرج يا جدعان، وان شاء الله اني وراها بعد ان شاء الله هنا أنا نوره بعد سنتين. ويلا باكر عندنا حفله تخرج يا جدعان، يا جدعان الخريجه ما نايمه زين، راح تنام هسه. صار لي واحد مو نايمه اصلا. اي والله خطيه تجهيز وهذه. يلا هنا كانت دفعتي هي خطيه جهزوا لله. يلا هنا ننهي الفيديو، يلا نلتقي بالفيديو الجاي. باي باي. باي.